السلام عليكم غزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادا نشارك معكم فيه. كتعرفوا دابا الاجواء ديال شهر رمضان بدات كتبان، وكل شيء كيبغي يدير وصفات اللي تكون سهله واقتصاديه. واليوم ان شاء الله كلشي كيعرف الوصفه ديال الزنجلانيه اولا البليغات اللي كدار بالسمسم اولا بالزنجلان، بالمذاق ديال الشباكيه اللي كتجي واعره. الاخوات اللي مثلا ما بغاوش يديروا الشباكيه ولا هذا، راه كاين اللي كيدير غير شكيلات من هذا النوع، شويه ديال السلو والمقروط. المهم كل واحد شنو كيبغي ينوع في الطبله ديالو. المهم انا غنشارك معكم ان شاء الله هذه الوصفه هذه، وان شاء الله في الاسبوع المقبل نشارك معكم الشباكيه، لاني صراحه باقا ما وجدتهاش. بحالي بحالكم كنقول مازال باقي الوقت شويه، لكن على حسب التصوير خصني نبدا نحضر معكم هكا. وغبديت معكم باول معسله هي هذه. صراحه هذا الابتكار هذا القليب هذا حاولت انني غير المهم جا البنات زوين. المهم نتوما غتقولوا لي شنو الراي ديالكم في هذا الديكور اللي درت. وكذلك البليغات درت هذا الشكل هذا اللي كيجي حتى هو ساهل، يعني يمكن لكم حتى الشباكيه بالعجينه ديالها، يعني العاديه ماشي اللي بالسمسم، انكم ديروا هذا الشكل هذا لانه ساهل سورتو الاخوات المبتدئات، راه ساهل ليهم. صافي الغزالات ديالي هنا كيف كتشاهدوا معايا وجدت جميع المقادير اللي غادا نحتاج. وقبل ما غادا ندوز معكم طبعا الوصفات، كنبغي نقول للبنات اللي ما كيوصلهمش اشعار ديال القناه ديالي وما كيتوصلوش يعني بالفيديوهات ديالي، راه عندي مشكل في القناه، يعني فريمون كاين مشكل. بزاف الاخوات اللي غادا ندير سكرينات ديالهم باش تشوفوا كيصيفطوا لي في الانستغرام باللي عندهم مشكل، يعني القناه ديالي بحال محجوبه يعني ما كتبانش. يمكن لكم تفعلوا تحيدوا الاشتراك ديالكم، تعاودوا تشتركوا، لان فعلا عندي مشكل من اليوتيوب. هذا الاخوات اللي مهتمين طبعا وكتعجبهم القناه ديالي ويعجبهم التنوع اللي كنحاول انني نبارطاجي معكم، حاولوا انكم تحيدوا الاشتراك وتعاودوا تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. هنا بديت على بركه الله. عندي 600 غرام ديال الدقيق الابيض، زدت عليها 500 غرام ديال الزنجلان اللي محمر عادي. عندي هنا معلقه ونص ديال القرفه، زائد معلقه ونص ديال المخلطه بين النافع وحبه حلاوه. كديروا واحد رشيشه ديال الملحه وشويه ديال الخميره، تقريبا ديك 7 غرام، ساشي ديال 7 غرام، اولا معلقه صغيره تكون عامره ديال الخماره، ما تكثروش الخميره عاود بزاف. وصافي هنا كتخلطوا النواشف كلها مع بعض. عندي هنا الصفار ديال 2 ديال البيضات، ملعقه كبيره ونص ديال الخل الابيض اولا الخل التفاح، المهم اللي كاين. عندي هنا الزبده، استعملت 200 غرام ديال الزبده اللي تكون دايبه، يعني عبار ديال الكاس العنبه ديروا كاس ديال الزبده دايبه، القياس ديالو كاس كبير ديال الزبده. المهم 200 غرام. صافي هنا البنات غادي نبداو ديك الزبده كتلبسوا العجين ديالكم مزيان، يعني يعني حتى يبان لكم بلي الطحين ديالكم وداك الزنجلان تلبس بالزبده بحال هكا. يمكن لكم ديروا نص زيت ونص زبده الاخوات اللي بغاو، لكن انا ننصحكم انكم ديروا غير الزبده. الاخوات اللي غيسولوني على الزبده اللي غنستعمل هي زبده حيوانيه. عندي هنا نص كاس ديال ماء الزهر، زدت عليه كاس ديال الماء وخلطتهم في هذا الكاس هذا. صافي كتبداو تعجنوا به. مني كيتقاضى لكم على حساب، يقدر يكفاكم القياس ديال الماء، يقدر ما يكفاكمش، تقدروا تزيدوا واحد الكويس اخر ديال الماء وكتاخذوا منه القياس اللي باغيين. المهم العجينه انها خاصها تكون متماسكه وما تكونش طريه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. المهم تكون، المهم هي هذيك. لاحظوا معايا القوام راه واضح، يعني بحال هكا العجينه كتكون متماسكه ما تكونش مرخيه. لاحظوا معايا نحركها يعني يعني ما كاينش داك تبان لكم هكا كتلوى مرخيه ولا. المهم كتكون بحال هكا، راه اكيد راه ملي كتضغطوا على الحاجه راه كتبان القوام ديالها كيف داير. صافي هنا قطعتها بشكل عشوائي هكا 5 ديال الكرات، وكتغطيوها طبعا بالفيلم اليمونطير باش تبقى محتفظه بالطراوه ديالها ما تيبسش ليكم. صافي غادي نحاول انني نمددها بهذا الشكل هذا، ما طرشوا لا طحين لا والو. بالنسبه للاخوات المبتدئات، واكيد البليغات راه كلشي كيعرف العجينه ديالهم، غير انا مثلا حيت كاين بعض الناس اللي ما كيديروش مثلا الصفار ديال البيض، كاين اللي ما كيديرش الخل، كل واحد وكيبقى ليه الاختيار. لكن انا الصراحه الصفار ديال البيض كنديرو كيعطي هذيك الطراوه وديك البنه وديك التعليكه كتجي زوينه. المهم انا كنصحكم به، واللي ما بغاش طبعا راه يمكن ليه يستغنى على الصفار ديال البيض ما يستعملوش، يعني ماشي ضروري البيض. بالنسبه للاخوات اللي عندهم حساسيه راه يمكن لكم تستغناو على البيض، يعني الصفار ديال البيض ما ديروش. انا البنات كنوريكم هذا الشكل هذا اللي صراحه طاح لي في راسي، قلت غادي نحاول ابتكار، داك الابتكار اللي كيكون
المهم حتى كينزل عليك شي مثلا شي حاجه كتنزل لك على راسك. قلت انا غادا ندير هاد القليب هذا بهذا الشكل. قليب، وغادا ندير قليب صغيور والقليب الكبير. المهم هذا البنات اي قطعه كان عندكم الشكل ديالها وكيكون الكبير والصغير ديالها، حاولوا انكم تستعملوا الكبير والصغير وكتقرصوا عليه بهذا الشكل هذا بحال هكا. المهم كيجي زوين. لاحظوا معايا غادا نعاود معكم الشكل بحال هكا القليب الكبير، وكديروا من وسطه هكا داك القليب الصغيور وكتحاولوا انكم تقادوا. المهم اللي بغى يدير التقليديه ديالنا راه عندي في القناه، درتها السنه الماضيه. الفيديو راني كنت نزلته لكن عاود صراحه مسحته لانه كنت معاوداه. بزاف الاخوات كانوا ما شافوش، عاودته لكن اضطريت اني نمسحه لان الاشعارات ما وصلوش للناس. كما قلت لكم كاين عندي مشكل في القناه، بزاف الاشعارات يعني بزاف الناس ما كيوصلهمش الاشعار ديال الفيديوهات اللي كننزل. لهذا البنات كنتمنى انكم تفاعلوا باللايكات ديالكم والتعليق باش هكا تعاود القناه ديالي طلع من جديد ويشوفوها الناس كتار، لان فعلا بزاف الاخوات اللي كيكونوا مهتمين وكاين اللي تينسى على الاسم ديال القناه. وهذا هو المشكل يعني ما كيبقاش يعرف داك ما كيوصلهمش الاشعارات ديالي، يعني هكا ما كيبقاوش الناس كيتفاعلوا. صافي انا البنات بقيت هكا مستمره بنفس الطريقه راهي واضحه كيف ما قلت لكم. بحال هكا كتحيدوا داك العجينه اللي تكون هكا زايده. صافي وكديروا داك القليب هكا واحد وكديروا فوق منه الثاني، وغادي تبقاو هكا مستمرين. طريقه سهله. غادا نكمل معكم، غادي نوريكم دابا بهذا الشكل هذا نفسه، لكن هذاك نفس القطاعه، لكن غنحاول غير نقلب الديكور. يعني قطاعه وحده لكن استغليتها انا بجوج ديال الانواع ديال هكا ديال الحلوه، وكتجي هكا بحال شكل الوريقه. لاحظوا معايا داك القليب كنحاول انني نضغط عليه هكا الشكل ديالو من اللور، وكنخلي غير داك الزائد هكا داك الرويس اللي تيكون هكا د الوريقه خارج. وصافي وكتكون لكم شكل ديال بليغه اللي صراحه كتجي زوينه. فكره زوينه بزاف. ولا عندكم هاد القطاعات هادو حاولوا انكم يعني تستغلوا بهذا الشكل هذا، ولا تاخذوهم هكا ديال البلاستيك راه متوفرين. يعني تمشيو عند الناس اللي تيبيعوا هكا داك الادوات هكا ديال الحلويات وتاخذوهم، راهم كينفعوا بحال هكا. صافي بقيت هكا مستمره كنحاول ندير هكا ونضغط. المهم طريقه سهله وواضحه، غير اللي بغى يعجز المهم البنات هذا ابتكار. يعني حاولت انني نقاد داك نص قطعه وندير منها جوج تشكيلات، وصراحه خرجات لي وعجبتني بزاف. لاحظتوا معايا في الشكل ديالهم النهائي كيفاش جا الشكل ديالهم راقي، مع ان هاد العجينه اقتصاديه بزاف، يعني ما فيهاش اللوز بالنسبه للاخوات اللي تيكون هكا اللوز وهذا. لكن الاخوات اللي بغاو يديروا الاضافه ديال اللوز راه يمكن لكم تاخذوا اللوز بودره. يعني اللوز هكا كتشدوه وكطحنوه حتى كيولي بحال العجينه، اولا يبقى غير هكاك شويه بودره، وكتخلطوه مع العجين. راه ما كاينش مشكل، لان هاد الوصفه هذه كما قلت لكم ماشي بحال الشباكيه كتقطع لينا، لاننا كنحتاجوا اننا نورقوها في الاله ديال التوريق. ولا بقاو هكا دوك الحبيبات ديال اللوز او الزنجلان ولا هذا كيقطعوها. لكن هذه كتخدموا غير بيدكم، يعني بداك المدلك وكتقادوا. غير حاولوا انكم قدر الامكان انكم ترقوا العجينه، حاولوا انكم ترقوها مزيان. ومني كتبداو تلقوا فيها حاولوا انكم كتبداو تقلبوا فيها، لان باش ما تلصقش لكم، باش ما يخسرش لكم الشكل ديالها. حاولوا انكم مره هكا تقلبوا نتوما كتمدوا بداك المدلك باش يجيكم شكل هكا زوين. لاحظوا معايا الطريقه اللي قلت لكم البنات، كتلفوا هكا جوج د المرات على الصبع يعني ملاقي، ومن بعد كديروا الصبع الثالث، يعني تبعدوا شويه المسافه وكديروا الجهه ديال الصبع داك الثالث. ما عرفتش الصوره واضحه لكم مزيان. المهم البنات غادي نحاول اني نكرر لكم العمليه باش تشوفوا يعني الطريقه. كتدوروا هكا على الصبع الاول، ومن بعد كديروا الصبع الثالث، وحاولوا انكم تبعدوه يعني لهذوك جوج الصبع داك الثالث تبعدوه باش يبقى داك الفراغ. وكتجيكم طريقه هكا سهله. لاحظوا معايا كديروا هكاك، والثالث كديروا هكا وتقطعوا في الجهه الاخرى. المهم ما عرفتش الطريقه واش واضحه يعني مزيان. اكيد راه لاحظتوا مزيان غادي تفهموا الطريقه اللي راهي سهله ويمكن لكم تعتمدوها حتى بالنسبه للشباكيه العاديه. طريقه سهله وواضحه. بالنسبه للبنات العجينه اللي كتزيد او هذاك الشيء اللي كنقطع راه كنعاود نجمعه وكنغطيه بالفيلم اليمونتير ونخليه هكا حتى العجينه يعني ترخى شي شويه، وكنعاود نستعملها. غادا نبقى هكا نوريكم هاد الطريقه هذه نركز عليها باش تشوفوا مزيان. طريقه بحال هكا
والثالث وكنقطعوا. وما ديروش غليظه بزاف العجينه، حاولوا انكم ترقوها كما قلت لكم. صافي الغزالات ديالي هنا كنت العجينه داكشي اللي كنتو شفتوا معايا درتو بالليل، ودابا الصباح يعني خليتها، غطيت هاد الحلوه هادي وخليتها حتى الغد، يعني حتى النهار الثاني نشفات العجينه مزيان يبسات. دائما البنات بالنسبه للشباكيه اولا بحال هاد الحلويات هادو حاولوا انكم تخليهم يبسوا يعني ينشفوا قدر الامكان. شوفوا معايا هنا يعني كل شيء يعني نحركو كيف ما بغيت، ما بقاتش عجينه ولا داكشي يابس. صافي غنبدا طريقه القلي. وجدت كلشي داكشي اللي غنحتاج، الزيت داك العسل، وحتى بالنسبه يعني كتوجدوا كاع داكشي اللي كتحتاجوا، ديك الشبكه اللي تصفيو فيها وكلشي. صافي هنا من بعد ما سخن الزيت غادا نبدا نقلي في هاد ولا بان لكم شي عويجاج حاولوا انكم تقادوه قبل ما تنزلوها في المقله. بالنسبه للزيت ملي كيسخن مزيان حاولوا انكم درجه الحراره تهبطوا، يعني تكون متوسطه ما تكونش عاليه بزاف، باش هكا ما تحرقش ليكم وتاخذ الوقت ديالها في الطياب. وحتى هذيك الكميه مثلا اللي كتوضعوا في العسل كتبقى في داك العسل كتشرب شي شويه، يعني ما يمكنش لكم تحطوا كلشي وديروه في العسل في داك الاناء، يقدر ما يكفاش. تقدر كميه، لانني العسل البنات اللي استعملت انا ماشي العسل ديال السكر اللي كنصايبو. صراحه ما انا عندي في القناه البنات اللي باغيينو غادي نديرو غير جميلهم العسل، غادي تطلع لكم العسل اللي صايب. راني درتو هذه جوج ديال المرات وانا كنبارطاجيه معكم في القناه، راه موجود. البنات اللي بغاو يصايبوه كيجي ناجح، لكن ما بغيتش ندير العسل ديال السكر، حاولت اني نشري واحد الماركه اللي كنستعملها دائما، راه سبق لي وريتها لكم شحال من مره في الفيديوهات ديالي. كتعجبني والمذاق ديالها يعني ديال العسل. هي اللي راني انا استعملت، ما درتش كميه كبيره ديال العسل. تقريبا عندي هنايا واحد 2 كيلو ديال العسل اللي دايره في هاد اللي دايره في هاد الطنجره هادي. العسل هذا ثقيل وزوين كيف كتشاهدوا معايا، الشكل ديالو زوين. وطبعا اللي يبغى يصيب هكا العسل في الدار راه عندي في القناه، يعني الناس اللي مهتمين وبغاو يصايبوا العسل هاد الفتره هادي راه موجود. ما غاداش نصايبوا البنات هاد السنه هادي لانني صراحه درتو المره الفايته وبقى عندي غير ضاع. واخا صايبته مع غير بارطاجيته مع البنات لكن ما كنطيبش به. واما ما كنصحش بالسكر يعني تصايبوا العسل في الدار، ما كنصحش انكم ديروه. كنصح انكم لان رمضان كيجي غير مره في السنه، الانسان ياخذ شويه ديال العسل هكا من شي بلاصه اللي تكون معروفه وموثوق من عند الناس اللي غياخذها، اولا غير من المحلات هكا التجاريه ولكن كتكون فيه العلامه ويكون ديال يعني معروف المنتوج وهذا. لكن كيبقى لكم الاختيار والصحه ديالنا. يعني هو راه العسل يعني اللي ما مقطعش، ممكن كيف كنقولوا اللي ما جايباهش من على يدك ومن عند اللي محيدو هكا من النحله، راه حنا ما عارفينش المصدر ديالو. لكن كنحاولوا اننا نتفاداو قدر الامكان يعني انك تصايبي السكر وهذا. لان هاد رمضان يعني ماشي كل مره كيجي مره في السنه، وكنبغيو نفرحوا ونديروا شي حويجات هكا اللي شهيوات بداك العسل وهذا. كيبقى لكم الاختيار البنات. هنا البنات تلاحظوا معايا الشكيلات كيف جاو كيجي هذا هو الشكل ديالهم النهائي. حاولت اني نزينو ندير كل حبه ندير فيها لوزه، اولا ترشوهم بالزنجلان اولا ديروا بهم مثلا ديروا شويه ديال البيستاش من الجناب وترجوها حلوه اللي راقيه وهي راه لاحظتوا معايا اقتصاديه بزاف بزاف يعني فوق ما تخيلوا. صافي الغزالات ديالي كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وتفاعلوا معاه وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش هكا نزيد نبارطاجي معكم المزيد من الوصفات السهله. شوفوا معايا البنات هنا ديك الطراوه ديال هاد الحليوه هذه كتجي طريه. ويمكن لكم انكم ديروها هكا في علب وتحتفظوا بها في الثلاجه وكتجبدوا الكميه اللي نتوما محتاجينها. وغنقول لكم شكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفات اخرى. ما تنسونيش من تشجيعاتكم. السلام عليكم.